بالله عليكِ يا شيخة قبل ما تعملي الرنجة اسمعي مني الكلمتين دول، يا جماعة مَيّة إيه سُخن تقيلة تحطوه على الرنجة، أنتِ عارفة إن أي حاجة فيها مَيّة لو اتحطت على الرنجة بتقلب زفارة غير طبيعية؟ بعيدًا عن إن إحنا لو شوينا الرنجة على البوتاجاز هتعمل ريحة وتعمل دخان وريحة شوي وكده، اعمليها في طاسة، لو خايفة على البوتاجاز اشويها في طاسة، دخّليها يا ستي الفرن دقيقتين على درجة حرارة عالية جدًا، جدًا، إنما تحطي عليها مَيّة مغلية ما تلعبوش في الثوابت، هتعمل ريحة زفارة اللهم بلغت اللهم فاشهد، اشويها على البوتاجاز وقشّريها بالطريقة العادية واخليها بالطريقة اللي كلنا متعودين عليها، ويا ستي ارجعي اغسلي عين البوتاجاز أو اعمليها في طاسة زي ما قُلنا. وبعد كده ابدئي إن أنتِ شيلي آثار الجريمة وخلاص كإنِّك ما قشّرتيش ولا عملتِ حاجة. ما باحبش بقى أحُط على الرنجة سلطة الطحينة خام كده زي ما هي، باخفّفها بشوية مَيّة وخل وعصير ليمون وحُطّي لها شوية فلفل أسمر أو كمون، وبعد كده قطّعيها صوابع يعني قطع صغيّرة، وقطّعي بقى عندِك فلفل وبصل، ولو غسلتِ إيدِك تنشّفيها قبل ما تلمسيها، علشان أي حاجة فيها مَيّة بتزفّر معاها. اخلطي الخضار بتاعِك وعليها شوية سلطة طحينة وشوية ليمون، وممكن تضيفي معاها فلفل ألوان ما فيش أي مشكلة خالص، إنّما خيار وطماطم وتحطّي مَيّة مغلية اوعي، اللهم بلّغت اللهم فاشهد.